السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، يا رب تعودوا له بخير احنا وأمة الإسلام أجمعين. صلى على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك. ونبدأ الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا معايا حتة كرشة ضانة اهي تستاهل بقنا يا فنزاتي، بألف هنا وشفا على قلبنا اهي. شايفين منضفاها قشطة قشطة قشطة. اللي عايز يعرف طريقة الكرشة بتتنضف ازاي بطريقة سهلة وبسيطة يخش على الفيديوهات على اليوتيوب. معانا الكرشة اهي الضاني زي ما قلت لكم، ومعانا حتة فشة جميله اهي. شايفين لسه الحيوان مقتول اهو وجايباها. ومعانا حمص الشام. هنعمل بقى طريقه كرشه بحمص الشام ما تقولوش لعدوكم عليها، زي ما قال الكتاب. قال ايه بقى؟ انا مش عارفه. قال اي حاجه، قال حلوه، قال بقى اي حاجه يا فنزاتي. بص بقى، انا دلوقتي انا بدي الكرشه دي غلوه زي ما انتم عارفين، واروح راميه الميه. انا بقى هسلق الكرشه والفشه مع بعض، مش هسلقهم. انا هديهم غلوه بس كده في حله واحده، وبعد كده هغسلها واشوف بقى نشوف طريقه الكرشه بحلاوتها وتكتها من طريقه عبير الشؤون. متنسوناش في اللايك والشير. انا فتحت عشان اوريكم. شايفين الزفره اهي؟ شايفين كل دي زفاره؟ كل ده هتتغسل الفشه والكرشه مع بعض اهو. احطها بقى تحت الحنفيه واغسلها غسل نضيف. بصوا بقى، انا نقعت الحمص ده بشويه ميه سخنه، غليت البراد ورحت حاطه فيه شويه ميه سخنه عشان يبقى مستوي كده وحلو مع الكرشه بتاعتنا بعد ما غسلناها هي والفشه. شايفين الصلاه على النبي الميه رايقه ازاي وجميله؟ شايفين؟ عايزه اوريكم بس عشان المطبخ مش نور عندي قوي. والله انا بنتي جابتني البتاع ده اللي هو اللي بينور ده، اسمه ايه والله ناسيه اسمه، بس انا ما بعرفش اشغله بصراحه. هي في يوم اجازتها بتشغلهولي. شايفين الميه بيضه وحلوه ازاي الشوربه بتاعتها؟ انا هستنى بقى لما تشربها خالص وايه، وهنعمل ايه الدمعه بتاعتها. انا حطيت معلقه سمنه من الدهن بتاعنا اللي احنا عملناه مع بعض، ارجعوا للفيديوهات. قسما بالله ريحته سمنه بلدي خالص اهي. شايفين شكله جميل وريحته تحفه، اكنك بتاكلي بسمنه بلدي. حطيت شويه زيت وراس توم محترمه كده، قشر راس توم محترمه. مش عشان ايدي بتروح وتيجي، عشان ماسكه بايد وبصور بايد. انا بصراحه ما بعرفش اتعامل معاه. بنتي ربنا يخلي لكم ويخلي لي يا رب، هي اللي بتعمله لي. حطينا حطينا معلقه السمنه زي ما قلت لكم، وراس توم كده حلوه محترمه، وهنقلب بقى لغايه لما تحمر معانا. التومه احمرت معانا اهي. هنحط لها اساسي ايه بقى؟ معلقه الكزبره بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها. انا مش هعمل ملوخيه، بس انا بحب احشر الكزبره دي في كل حاجه. هنحط بقى الطماطم بتاعتنا. يا ابيض. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله على الريحه، الله الله، من قبل ما احط الكرشه ومن قبل ما احط اي حاجه. انا ما حطيتش توابل ولا اي حاجه لا في الكرشه ولا في التسبيكه. انا حطيت معلقه سكر بس في الكرشه، خليكم فاكرين. وهحط برده معلقه سكر هنا اهو عشان تعادل لي الحموضه بتاعه القوطه. ومخرطه فلفل اهو، اوريهولكم برده. فلفل حامي، فلفل رومي، فلفل اللي انتوا تحبوها بيعملوا بيها. انا حطيت فلفل حامي الاحمر، وحاطه فلفل برده ايه اخضر، اخضر على احمر. هسقطي بقى بس ايه مسقه الكرشه. تاكلوا احلى كرشه وانضف كرشه، ومتشموا ريحتها من اخر الشارع، ولا ريحه زفاره ولا ريحه اي حاجه. اعملوها بنفس الطريقه دي وجربوا والله وتشكروني. الدمعه بتاعتنا بعد ما اتسبكت زودت لها شويه الميه. انا هحط بقى حمص الشام ده، حمص يعني بتاع الطبيخ اهو. بعد ما نقعناه زي ما قلت لكم وصفيناه تصفيه حلوه، هنروح حاطينه بقى في قلب الدمعه. بقى انا عايزاه يكمل سواه في قلب الدمعه عبال ما الكرشه بتاعتنا تشرب الميه بتاعتها وتستوي. يعني ناكل حته الكرشايه مع حبه الدمعه وحمص الطبيخ ده، مع حمص مع حته الكرشه، تبقى كده مستويه وطعمها حلو. حطيناه بقى يكمل سواه هنا في الدمعه. بصوا الكرشه بتاعتنا شربت الميه بتاعتها خالص، وطلعت الفشه. شايفين الصلاه على النبي؟ وقطعتها اهي.
شايفين شكلها وجمالها تحفه وفاتحه وجميله. هنشيل بقى الكشه بتاعتنا، الكشه الكرشه بتاعتنا من الميه من هنا، واروح حطها ايه في الدمعه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. شايفين بيضه وتحفه ازاي، والدمعه بتاعتنا اهي. بس معلش عشان البخار عمل التليفون، انا هجيبها لكم من الناحيه دي. وعملنا بقى احلى شويه رز بشعريه، يا حركاته يا تكاته. الجديد كله هنا من الرز بتاعنا، وانتهى الجميل اهو. بألف هنا وشفا على قلبنا يا فنزاتي. هنعمل الفشه. بصوا انا حطيت حله على النار اهي. بصراحه ربنا ما بحبش احمر الحاجات دي في سمنه. انا عندي الزيت النضيف بتاعنا، فبحط بيه يعني شويه زيت نضاف. وعندنا فصين توم اهو، اقلبهم عشان يديها طعم كده جوسي كده وطعمها جميل. انا حطيت توابل ايه في الكرشه اقول دلوقتي. حطيت بهارات لحمه، فلفل اسمر وكمون، بس ما بحطش حاجات اكتر من كده. ومعلقه بابريكا ومعلقه السكر. خدوا بالكم لو القوطه حمراء ما تحطوش بابريكا، مش حمراء يعني عشان تعزز لك اللون حطي معلقه بابريكا. شايفين شكلها بقى وهي بتغلي. اللهم صل على النبي، بألف هنا وشفا. هنحط بقى الفشه بتاعتنا، اللهم صل على النبي. مره كده بفص الثوم، ونحط بقى الملح بتاعنا، ملح وفلفل اسمر بس، ما بحطش ازيد من كده برضو. شايفين شكلها وحلاوتها فاتحه وجميله ازاي، عامله زي الكبده. الكرشه بتاعتنا شايفين شكلها وجمالها، اللهم صل على النبي، مستويه وتحفه تحفه اهي. شايفين انا عشان بايد واحده، بس ايدي غرزت فيها ازاي جميله. والفشه في منتهى الجمال والله العظيم. الريحه قلبت ريحه الدنيا من ريحتها وجمالها، ولا زفره ولا اي حاجه. وعملنا الرز بتاعنا الجميل المفلفل ده. وادي طبق كرشه تاني. بحب الاكل اللي فيه كرشه قوي، بحبها جدا يا فنزتي. وطبق السلطه بتاعنا. تعالوا كلوا بقى معانا. متنسوناش في اللايك والشير واكسبلور عشان يوصلكوا كل جديد، وتشجعوا عبير شو على الاكله الحرشه الجميله دي.